اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة تحفة جدا. خلاص بقى احنا خلصنا العيد بالكعك والبسكوت والبديفور والغريبة والفسح والخروجات وكل الكلام ده. فاحنا خلاص بقى هنبدأ بقى ايه، كل واحدة تدخل المملكة بتاعتها وتتفضل تورينا ايه شغلها بقى. فانا مسميه المطبخ ده المملكه. صراحه انا بحب المطبخ جدا، ممكن افضل طول النهار في المطبخ مش هزهق ابدا. ممكن اعمل وصفه واتنين وتلاته واربعه عادي، مفيش اي مشكله. في ناس كتير كده، مش انا بس يعني. فالنهارده هنعمل بقى وصفه سهله جدا، اوفر بكتير ما انتي هتشتريها من بره. هنعمل كنتاكي بطريقة سهلة جدا، هيطلع معاكي تحفة 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 بجد، مقرمش بقى وحاجة طعم وريحة مفيش بعد كده. اولا بس سامحوني على الصوت ده علشان انا يعني تعبانة، زوري وجعني جدا. تعالوا بقى ندخل في الوصفة على طول. اول حاجه معايا فرخه. دي كانت كبيره شويه، هي المفروض الفرخه بتاعت الكنتاكي اللي انت هتعمليها تبقى اخرها كيلو ونص، لو انت جبتيها كبيره قوي تبقى اخرها كيلو ونص. دي كانت 2 كيلو، الحقيقه كانت الفرخه دي 2 كيلو. فانا قطعتها آه، قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده. وبعدين جبت فلفل اسمر وكمون وكركم، بس الثلاث حاجات دول هنحطهم مع الفراخ، وهنتبل الفراخ كويس بالكركم والفلفل الاسمر والكمون. وبعدين جبت ميه، هنحط مصفى. وبعدين طبعا الميه تكون خلاص قربت، اللي هي في الغليان يعني. اول ما تبدأ في الغليان هنرص الفراخ بتاعتنا في قلب المصفى، وبعدين هغطيها، هسيبها ربع ساعة. وبعد الربع ساعة هقلب الفراخ بتاعتي على الناحية التانية، وبعدين هسيبها 10 دقايق، ده علشان الفراخ كبيرة شوية. لو فراخ صغيرة فهتاخد 10 دقايق على الناحية دي وعشر دقايق على الناحية التانية. خلاص بعد ما ربع ساعة في الأول وبعدين قلبناها و10 دقايق وخلاص كده تطفى عليها. هنجهز بقى التتبيلة، التوابل معايا من كل حاجة معلقة كبيرة: توم باودر وبصل باودر وبابريكا وكركم، فلفل أسمر وملح وكمون كمان. بس هنقلب التوابل دي كلها كده مع بعضها. وكان معايا في البولة الصغيرة دي ودي، واحدة فيها معلقة كبيرة من البيكنج باودر، والتانية فيها زي معلقتين كده او 3 من الفيشوتار بقى، سواء حامي او بارد على حسب انتي بتحبيها ايه. بس حطينا التوابل مع 3 كوبايات من الدقيق تكوني نخلاه برضو. وبعدين كوباية اللي هي العادية، المج العادي. وبعدين هنحط بقى التوابل، هنقلبها كويس جدا مع الدقيق. وبعدين هنقسم الدقيق ده لنصين. نص هناخده هنعمل بيه زي عجينة تكون سايلة شوية، مش هتكون تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، لا وسط يعني. هوريكم القوام بتاعها في الآخر. بس كده خدنا نص الكمية بتاعة الدقيق اللي احنا بهرناه بالتوابل بتاعتنا كلها. هنحط بقى مية، هنفضل نحط مية لحد ما نوصل للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنفضل نحط فيه المية لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. بس سامحوني على صوتي ده علشان بجد انا يعني تعبانه جدا، ما كنتش حابه ان انا اسجل لكم فيديو في الوقت ده. بس انا بقالي كتير يعني بقالي كام يوم مش بنزل فيديوهات خالص. احنا عايزين نوصل للقوام ده كده، بصوا، اللي هو ولا تقيل قوي ولا اللي هو خفيف قوي، يعني يكون وسط كده. وبعدين بقية الكمية بتاعة الدقيق هنحط عليها معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبعدين هنحط الفيشيتار. آه، فيشيتار بقى حامي بارد على حسب يعني انتي عايزة الفراخ بتاعتك تكون ايه. بس كده، مش هنحط بقى نشا ولا هنحط الكلام ده،
في ناس بتقول تحطي نشا علشان الفراخ تقرمش معاكي، اعمليها بنفس الطريقة دي. وعلى ضمانتي هتاخديها بصي فراخ كنتاكي يعني بالظبط، ومقرمشة ولا طرية ولا شاربة زيت ولا اي حاجة خالص. انا بحاول ان انا ابسط لكم الموضوع واخليه يكون سهل بالنسبة لكم. وانا مش بعمل حاجات اللي هي يعني مكلفة قوي، مش الحاجات اللي هي إيه، اسعارها يعني غالية قوي. اي نعم هي الفراخ غالية اليومين دول، بس يعني مش زي ما انت هتجيبيها من بره. احنا بنحاول نوفر برضو ونعمل للولاد حاجة في البيت تكون نظيفة، وتكون برضو حاجة مضمونة واحنا عارفين احنا حاطين فيها ايه. بس احنا ما نعرفش الفراخ اللي بره دي هم عاملينها ازاي. انا ما بفضلش الاكل اللي بيجي من بره ده نهائي، خالص خالص خالص. ايا كان الاكل ده بقى بيتزا او فراخ او اي حاجه، كل حاجه انا اعملها في البيت مفيش اي مشكله، هتبقى اوفر ليا. وكمان يعني انت عارفه الواحده لما بتعمل حاجه في البيت وتطلع معاها طعمها جميل فبتبقى مبسوطه وفرحانه جدا. هو ده اللي انا بحبه. يعني انا ممكن ساعات بدخل المطبخ والله بفضل طول النهار في قلب المطبخ، اعمل مثلا الاكل وبعدين اعمل حلويات وبعدين افكر في وصفه تانية فاعمل. فاللي هو لا انا بحب المطبخ اصلا عموما، فما بفضلش ان احنا نشتري اكل من بره يعني. لا انا اعمل كل حاجه. وبعدين انتي قاعده في البيت، انتي ما وراكيش اي حاجه. إيه وراكي ايه؟ الشغل البيت والولاد والكلام ده برضو. المطبخ مش هياخد منك وقت كبير قوي اللي انتي تعملي الحاجه في البيت بدل ما تجيبيها من بره. بس ووفري الفلوس كمان يعني هيكون فيها توفير من كل حاجه. بس احنا عملناها كده، بناخد من الفراخ وبعدين في الخلطه دي وبعدين في الدقيق بس، وبتعمل نفس الشكل اللي هو بتاع زي الفراخ كنتاكي بالظبط اللي انت بتجيبيها من بره. سامحوني على منظر ايدي ده، مش عارفه ازاي مش عارفه ازاي بجد. بس مش بحب البس الجواندي، ما بحبهوش، مش بفضل اصلا، بحب اشتغل بايدي كده. وبعدين يعني اهم حاجه النظافه، ده ما فيش كلام. فخلاص طالما انا نظيفه في كل حاجه فمش مشكله ان انا اشتغل بايديا يعني. عشان في ناس بتقول لي يا وايه ده هو اوف وايه لا ما عندناش احنا الكلام ده. خلاص انتي هتغسلي ايدك كويس وتنضفي كل حاجه، خلاص اشتغلي بايديكي. ولا جواندي بقى ولا الكلام ده. جواندي ايه هتحسسيني ان انا بقى في مستشفى والكلام ده؟ لا، احب كده المس الحاجه بايديا عشان اطلعها بمزاج. بس حطينا بقى احنا بنتكلم في موضوع تاني خالص. الزيت يكون كتير. ممكن تعمليه في حلة او صينية، بس يفضل في حلة يعني. في حلة تكون صغيرة شوية تحطي الزيت، وبعد زيت كتير. وبعدين هتنزلي بالفراخ، الزيت يكون ساخن، هتنزلي بالفراخ بعد 10 دقايق. وطي النار على الفراخ، وبعدين لحد ما توصل للون ده اللي انتوا شايفينه ده. خلاص كده يبقى هي استوت، لان هي واخده زي نص تسويه على البخار ساعه ما حطيناها في المصفى. واحنا بنحمرها كده مش هتاخد وقت كتير قوي في التحمير، هو بس 10 دقايق كده على نار عالية. وبعدين وطي عليها، وطي عليها شوية لحد ما تاخدي اللون ده. ما تغطيهاش على طول بالغطا يعني، غطيها في الاول بعد كده اكشفيها علشان تطلع مقرمشة معاكي. تعالى اوريكي الفراخ بقى من جوه. شايفين ده كان من الصدر. الصدر بياخد يعني وقت شوية في التسوية عن الوراك. كان مستوي ده برضو، كان اللي هو الدبول ده فكان مستوي، ما كانش فيه دم ولا فيه اي حاجة ولا ني ولا فيه اي مشكلة. جربيها هتعجبك جدا، مش بنفس الخطوات. ان شاء الله باذن الله تطلع جميلة جدا معاكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين. بس كده خلصنا الفيديو بتاعنا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.